السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. قولوا امين اللهم امين يا رب. تعالوا بقى نقول لكم ازاي هنتبل طبعا البانيه بتاعنا. هنعمله تتبيلة حلوة كده وسهلة وبسيطة. اول حاجة كده جبنا كده البانيه بتاعنا زي ما انتم شايفين، وقطعنا بصلاية كده كبيرة زي ما انتم شايفين كده، قطعناها كده جوانح. وكمان هنضيف عليها بقى، اقول لكم نحط التوابل. معانا معلقة كبيرة فلفل أسمر، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كمون، ومعانا كمان معلقة صغيرة كاري. الكاري بيدي الطعم طعم البانيه بتاعنا، بيخليه جميل جدا. وهنضيف معانا كمان ربع كوباية خل. هنحط كل الحاجات دي في قلب شفشق الخلاط بتاعنا. وطبعا معانا معلقة صلصة. تمام. ممكن تستغني عن كده الصلصة، تحطي كاتشب، ماشي، أي حاجة عندك. طبعا هنضيف بقى البصل معانا في قلب الخلاط، ونضيفنا عليه الخل. وهنضربه كويس جدا واحده واحده كده على الخلاط بتاعنا لحد لما هيتفرم معانا. ممكن تعمليه مبشور البصل، بس طبعا الطريقه دي سهله بسيطه على طول. تمام كده تمام كده. جبنا بقى الطبق او البوله اللي احنا هنحط فيها، وهنضيف عليها بقى البصل اللي احنا فرمناه في قلب الخلاط زي ما انتم شايفين كده. زي ما انا قلت لكم ممكن تعملوهم مبشور. وهنضيف طبعا كل التوابل زي ما انتم شايفين اللي احنا قلنا لكم عليها. ممكن تحطوا بقى شطه حسب الرغبه لو بتحبوا الحاجه سبايسي شويه. هنا هنضيف معلقة كبيرة من الصلصة دي طبعا أنا عاملاها في البيت، الصلصة ديت بيتي. وهنضيف معلقتين كبار من الزيت. طبعا الزيت بيخلي كده البانيه بتاعنا حلو، ويمتص كده البقسماط ويبقى ماسك عليه ويبقى جميل جدا. هناخد بقى الصدور بتاعتنا هنضيفها في قلب الخلطة بعد ما احنا قلبناه كويس جدا. وهنسيبها بقى طبعا أقل حاجة ساعتين. وكل ما تسيبيه اكتر في التتبيله بتاعتنا دي هتاخدي احلى بانيه معاكي. وطبعا جميل جدا. يلا انتظروا ان شاء الله الفيديو القادم هنعمله مع بعض باذن الله. وتابعوني بقى واعملوا لي الحاجات الحلوه اللي انتوا عارفينها.